قررت جمهورية غانا تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الوهمية، وجاء الإعلان عن هذا القرار في وثيقة رسمية لوزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا، موجهة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للمملكة المغربية. وقررت جمهورية غانا إبلاغ حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة بهذا الموقف على الفور عبر القنوات الدبلوماسية. كما أعربت جمهورية غانا في الوثيقة الرسمية ذاتها عن دعمها للجهود الصادقة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف. هذا وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية غانا كانت قد اعترفت بالجمهورية الوهمية عام 79 و900 وألف، وبفضل الزخم الذي أعطاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضية الصحراء المغربية، قطع أو علق 46 بلدا من بينهم 13 بلدا إفريقيا علاقاتهم مع الجمهورية الوهمية، وذلك منذ عام 2000. ومباشرة بعد ذلك تستعد القوات الهاربة الجزائر لسحب سفيرها من غانا بعد هذه الصدمة المدوية. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. فقبل أسابيع واصل المغرب مكاسبه الدبلوماسية في أمريكا اللاتينية بعد أن انضمت بنما إلى قائمة الدول التي قررت تعليق علاقاتها بالجبهة، والاتجاه بدلاً من ذلك إلى دعم جهود الأمين العام والمجتمع الدولي في إطار الأمم المتحدة. وفي 22 من أكتوبر 2024 أقدمت الإكوادور على نفس الخطوة بسحب اعترافها بالبوليساريو. وقبل ذلك أعلن الحزب الحاكم في البرازيل الذي ينتمي إليه الرئيس لويس إغناسيو لولا دا سيلفا دعمه لخطة الحكم الذاتي، موقف عززه رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي خلال زيارته الرسمية للرباط في 14 من أكتوبر الماضي. في 18 من غشت 2022 أعلنت وزارة الخارجية البيروفية سحب الاعتراف بجبهة الانفصال وقطع جميع العلاقات معها. وعبرت البيرو في بلاغ رسمي لخارجيتها عن احترامها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية وكذا مخطط الحكم الذاتي. سنة 2024 شهدت كذلك ازدياد سحب الاعترافات بالجمهورية المزعومة. كانت عندنا الإكواتور في أكتوبر، وكانت بنما في نوفمبر، وهادو جاو باش كيأكدوا بأن هذا الطرح الانفصالي غادي وكيضعف تقريبا واحد علين 50 دولة في العقدين الأخيرين اللي سحبات الاعتراف، واللي كيهبط العدد ديال الدول اللي مازال كتعترف بهذه الجمهورية المزعومة على أقل من 30 دولة، يعني في حدود دابا اليوم 28 اللي مازال. زخم دبلوماسي يؤكد أن الطرح الانفصالي ما فتئ يتلاشى، حيث أن 50 دولة تقريبا سحبت الاعتراف بالجمهورية الوهمية في العقدين الأخيرين، ليتراجع بشكل ملحوظ عدد البلدان التي ما زالت تعترف بهذا الكيان الوهمي، في مقابل استمرار فتح القنصليات بكل من الداخل والعيون، والتي فاق عددها 30 قنصلية. ومعنا للمزيد محمد سعيد الوافي الإعلامي والخبير في الشؤون الأمريكية المغربية. أهلا بك معنا. إذن كما تابعنا في التقرير، هذا الزخم الدبلوماسي يؤكد أن الطرح الانفصالي ما فتئ يتلاشى، وهذه طبعا نتيجة منطقية للبناء المؤسساتي والاستراتيجي في تدبير ملف الصحراء المغربية. بكل تأكيد كلثوم، مرحبا بك وبمشاهديك الكرام. ما يقوم به المغرب اليوم وما تحققه الدبلوماسية المغربية بقيادة ورعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس هو إعادة الأمور إلى وضعها الصحيح قبل المناورات التي قادتها الجزائر في سبعينيات القرن الماضي، وحملة التشويش على الرأي العام الإفريقي ومحاولة إدراج جمهورية وهمية عدد سكانها لا يتجاوز الآلاف، ومحاولة استصدار اعترافات مشوهة مزورة مدفوعة الثمن. وكل ذلك اليوم يأتي
ليؤكد أن هذا الارتفاع أولا هو ارتفاع يأتي ضمن منظور استراتيجي، أي أن المغرب ليس في عجلة من أمره. المغرب يعلم بأن الاعتراف هو الأمر الطبيعي، سحب الاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة هو الأمر الطبيعي، وكذلك هو أمر مؤسساتي، أي أن المغرب يتعاطى مع الدول ويتعامل مع الكيانات المعترف بها دوليا، وبالتالي في هذه الاعترافات المتتالية تنم أن هناك رؤية استراتيجية وهناك بناء مؤسساتي، وبين ما هو استراتيجي وما هو مؤسساتي يمكن أن نلخص هذه الانتصارات التي تحققها الدبلوماسية المغربية. طيب، سحب غانا اعترافها بالجمهورية الوهمية يعكس أيضا مكانة المغرب كفاعل رئيسي على الساحة الإفريقية والدولية كما تفضلت بذكر ذلك. هذا يجعلنا نتساءل حول محفزات كل هذه المكاسب الجديدة للمغرب، المكاسب الجديدة والمتواصلة أيضا. المحفزات بالرؤية المغربية وبرؤية جلالة الملك محمد السادس كانت دائما هي بسط اليد الممدودة للتعاون الاقتصادي والمساعدة الاجتماعية وتوسيع منافذ المصلحة المشتركة بين المغرب وكل الدول الإفريقية وكل دول العالم، سواء كانت في أوروبا أو في أمريكا اللاتينية أو في آسيا أو في العالم العربي والإسلامي والإفريقي. كل ذلك يأتي ضمن منظور لخص بمقولة رابح رابح، أي أن مد اليد إلى المغرب هو في نهاية المطاف مد اليد لشراكة اقتصادية، ليتحول بذلك موضوع الصحراء من مجرد ملف مختلق من قبل الجزائر وقبلها ليبيا، وليبيا نظام معمر القذافي طبعا، والموروث من حقبة الحرب الباردة والاتحاد السوفيتي، يتحول هذا الملف برأيي وحسب رؤيتي طبعا يتحول إلى ملف يهم الشراكات الاقتصادية، يهم توسيع دائرة الاتحاد الإفريقي ليشمل بعدا براغماتيا، بعدا تصالحيا، وبعدا كذلك تصحيحيا لإفريقيا التي هي اليوم في أمس الحاجة إلى دول مثل المغرب تمد يدها بالمنفعة المشتركة، ولا تقدم الرشاوى ولا تقدم الأتوات ولا تقتطع أو لا تشتري المواقف في المغرب تستحق بناء على قانونية المطلب المغربي، قانونية الصحراء المغربية، وشرعية هذه الأراضي بانتمائها إلى المغرب الذي يطورها، يقوم بتنميتها ويقدم لها ما يقدمه لكل أقاليمه وجهاته الأخرى. وبالتالي اليوم النظرة إلى ملف الصحراء تجاوزت تلك النظرة، دعني أقول التصالحية، أنك يمكن تعترف بالصحراء لكي نتصالح. لا، أنت تأتي ضمن مشروع اقتصادي إفريقي شامل ينظر إلى أبعد من مجرد البعد السياسي إلى البعد الاقتصادي التنموي الشامل لإفريقيا كقارة تعد بالكثير. أم كلثوم. واضح. محمد سعيد الوافي الإعلامي والخبير في الشؤون الأمريكية المغربية، أشكرك على كل هذه المعطيات. إذن سلسلة الانتصارات الدبلوماسية المغربية على الجزائر تتواصل، وذلك بإضافة غانا إلى البلدان الذين اعترفوا أو سحبوا اعترافهم بالجمهورية الوهمية، ليكتمل عقد 46 بلدا سحبوا اعترافهم بالجمهورية الوهمية وضموا صوتهم إلى الصحراء المغربية. هذه القضية التي يعتبرها النظام الجزائري قضيته الأم وقضيته الأساسية ينال فيها هزيمة تلو الأخرى، والمغرب يتحدث بالانتصارات بالاعترافات، اعترافات الدول الأفريقية وكذلك الدول الأوروبية، ولا يتحدث بالشعارات سنفعل كذا ولن نفرط في كذا كما يفعل النظام الجزائري. المغرب في طريقه لحسم ملف الصحراء إن شاء الله قبل نهاية هذه السنة، وإن شاء الله الدبلوماسية المغربية ستعمل على العديد من الملفات التي تهم المواطن المغربي، وسيصب تركيزه بالكامل على تنمية المغرب وإنعاش سوق الشغل والعديد من المجالات الأخرى. كان معكم عيسى من قناتكم المتواضعة، شكرا لكم.